السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة من الأكلات المصرية قوي، من الأكلات بتاعت زمان اللي احنا بدأنا ننساها. كفتة داود باشا، كرات لحمة كده شاربة طعم الصلصة. كمان الصوص بتاع اللحمة بينزل في الصلصة هو والبهاريز بتاعته، وبيدينا طعم نهائي لذيذ وحلو. أنا كارلا، ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو أول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. هحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، وبصلة كبيرة افرمها بقى بالمبشرة او بالكبة. افرمها فرم ناعم جدا. احط بقى البصل على اللحمة، احط كمان معلقة ونص ملح، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كمون، ورشة بصل بودر، ورشة توم بودر، ومعلقة بهارات لحمة. وقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض كويس جدا. بس كده، مش هنحتاج نضيف بقسماط ولا بيض، وهتشوفوا هنعملها ازاي وهتطلع متماسكة ومش مهرية. اشكل بقى الكفتة باي شكل، اعملها مدور او طويل. لازم ندوس عليها كويس جدا عشان الكفتة ما تتهريش لما تحط في الصلصة. كمان الحجم بتاعها مش هصغره قوي، لان اللحمة لما بتتعرض للحرارة بتكش وبتصغر شوية. كمان البصلة لازم نكون فرمينها كويس جدا، وده بيخلي اللحمة تمسك لما نيجي نصبحها، متبقاش مفرولة او تتفتح معانا لما تتحط في الصلصة. انا شكلت كده اللحمة المفرومة كلها. اجي بقى في حلة احط زيت او سمنة، كمية بسيطة كده حوالي 4 معالق. لما الزيت يسخن احط فيه الكفتة. انا هديها تشويحة بسيطة، مش هحمرها ولا هسويها، مجرد تشويحة بسيطة، والتشويحة دي بتفرق جدا في الطعم النهائي. مش عايزة اجي جنبها غير لما تبدأ تاخد لون عشان ما تتهريش معايا، كمان عشان ما تنزلش ميه كتير. كده اتشوحت معايا اهي. ارفعها بقى من على النار، مجرد تشويحة بسيطة، احنا مش بنسويها لان هي لسه هتكمل تسويتها بعد كده. كده انا حمرت كل الكمية في نفس الحلة وفي نفس الزيت. احط بقى نص راس توم كده مقطعة قطع صغيرة جدا، او توم مفروم في نفس الزيت كده اللي نزل فيه بقى البهاريز بتاعة الكفتة والمية بتاعة الكفتة كده. لما التوم يتشوح يبقى لونه ذهبي، انزل عليه بطماطم معصورة كده. كمان احط البهارات، معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، ونص كمون، ونص بابريكا، وربع معلقة سكر. اضافة السكر دي بتفرق جدا في الطعم وبتمنع الحموضة بتاعة الصلصة. واسيبها بقى لحد ما تغلي. للأسف وانا بحط الفلفل اسود الكاميرا ما كانتش شغالة. اول ما تبدأ تغلي كده انزل فيها الكفتة واغطي عليها واسيبها تكمل تسويتها. اسيبها حوالي 7 دقايق
بالكتير 10 دقايق، مش عايزة اسيبها كتير عشان ما تهريش معايا. كمان التسوية زيادة عن اللزوم للأكل بتغير طعمه. كده كفتة داوود باشا بقت جاهزة معانا. الكفتة بتنزل الصوص بتاعها في الصلصة وهي بتستوي، والبهاريز بتاعت الكفتة كمان بتنزل في الصلصة، والكفتة بتشرب الطعم بتاع الصلصة، وده كله بيدينا في النهاية طعم حلو جدا. شايفين بقى الكفتة متماسكة، ما اتهرتش معايا ولا اتفتحت. كمان الصلصة تقيلة ولونها أحمر. كمان أكلة اقتصادية وخفيفة ولذيذة. كمان ما بتاخدش معايا وقت كتير، أقدر أعمل الكفتة وأشكلها وأحطها في الفريزر وتبقى جاهزة معايا وقت الأكل أطلعها أحطها في الصلصة على طول. وانتوا بتعملوها بقى اذكروا الله عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا.